وبين الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية التي يترأسها سيدي سعيد العريضي. هذه الشراكة العلمية سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى دبلوم في التربية من المدرسة العليا أو الأمريكية أو الإنجليزية أو المغربية أو السنغالية أو الموريتانية، أي منظومة من المنظومات التربوية لا بد وأن تستحضر هذه المكونات. أولا سعيد بالحضور إلى هذا النشاط العلمي الأكاديمي الذي تنظمه الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ممثلة في فرعها والتي هيأت كل الظروف المناسبة لهذا النشاط العلمي الأكاديمي الذي هو تحت عنوان مبادئ أو مكونات أو أسس الهوية والانتماء ودور المنظومة التربوية المغربية في ترسيخها، مع إبراز خاص لمكانة ودور مادة التربية الإسلامية باعتبارها مادة تحتضن في مجمل مضامينها التربية على ثوابت الأمة الجامعة من إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والقيم الوطنية والحضارية والدينية المغربية المنفتحة في تفاعلها إقليميا وجهويا وكذلك دوليا. فالدور ديال هذا النشاط هو أننا نبرزوا على أن المنظومة التربوية المغربية التي تحتضن 7 ملايين ونصف من التلاميذ والتلميذات في التعليم المدرسي، حوالي 1 مليون متكون في التكوين المهني، حوالي 1,200,000 في التعليم العالي. إذا نحن أمام ثلث الساكنة المغربية المعنية من خلال المنظومة التربوية بترسيخ هذه الثوابت. بالإضافة إلى هذا نحن معنيون بمئات الآلاف من الأساتذة والطلبة والفاعلين الإداريين والتربويين الذين يقوم كل واحد منهم بدوره في ترسيخ هذه الثوابت الجامعة. وطبعا إذا بغينا نتحدثوا بصفة خاصة على مادة التربية الإسلامية سنجد أن جلالة الملك أولاها اهتمام كبير وكبير جدا في العديد من الرسائل والخطب، ودعا إلى تحديثها وتطويرها وتعميق حضورها في المناهج التعليمية. النموذج التنموي الجديد أيضا ربما يمكن نقول لك أن المادة الوحيدة التي نص على أهميتها وأبرز ضرورة العناية بها حتى يقبل عليها المتعلمون بشكل كبير جدا هي مادة التربية الإسلامية. إذن نحن في هذا ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا، وموقع الثوابت الدينية والوطنية منها وموقع التربية الإسلامية من ذلك على وجه الخصوص، الذي يحمل القيم في وقت راهن تتطلبه المستجدات على الساحة الوطنية، خصوصا بعد إخراج تقرير ديال المجلس الأعلى حول القيم الذي تبين من خلاله ضرورة الإسهام في هذا الحقل الفكري والحقل القيمي الذي نسعى من خلاله إلى إعطاء بلورات أفكار يعني من خلال دعوتنا لمجموعة من المفكرين والعلماء. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون المحاضرة العلمية لتطير الدكتور خالد الصمدي الذي هو يعني خبير تربوي، بالإضافة إلى أنه مسؤول سياسي سابق في المجال ديال التربية والتكوين لمدة أكثر من 10 سنوات. سيساهم من خلال هذه المحاضرة في بلورة مجموعة من الأفكار والتصورات المرتبطة بالتدافع القيمي وبالقيم التي يحتاجها المجتمع المغربي، سواء داخل المؤسسة التعليمية أو داخل المجتمع بصفة يعني عامة. دراسات وطنيا ودوليا. أما المنصب الوزاري فنحن على يقين جميعا. الموضوع الذي اخترت أن أحدثكم وأحدث من خلالكم من يتابعنا على الصعيد الوطني